في عالم كله استهلاك وحرفيًا أنت بتبقى شغال زي العبد، يوم زي الأول زي التاني، الأيام كلها شبه بعض، بتبقى شغال حرفيًا عشان بتشتري حاجات من ماركات IKEA بقى أيًا كان الحاجات ديّة، مع إنك مش هتحتاج أي حاجة من الحاجات دي خالص يعني، بس أنت بتشتريها وخلاص. فيلم Fight Club بتحس كان بيتنبأ بالمستقبل اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي حرفيًا، اللي كان بيحصل في Fight Club في الفيلم هو حرفيًا اللي بيحصل في المستقبل اللي إحنا عايشين فيه في الحاضر ده بالضبط يعني. بنشوفه عمّال يطبع ورق وبُصّوا يا جدعان الناس كلها شبه بعض حرفيًا، كله بيعمل نفس الحاجة، ده بيشرب قهوة دي بتشرب قهوة كله بيشرب نفس الحاجة وبنفس ستاربكس كله بيعمل نفس الحاجة، بيبقى قاعد ورئيسه في الشغل بيدخل عليه وبيقول له أنا عايزك إنك تمشي من البلد وتروح تسافر عشان في حاجة بتحصل، فعايزك تروح تشوف فيها إيه وكده. صاحبنا بيقول له أنت عايزني أسيب شغلي وأسيب الحاجات اللي أنا باعملها عشان أروح أشوف حاجة أنت عايزها والأفضلية تكون ليك وكده، بيقول له أيوه دي أهم حاجة دلوقتي. حرفيًا يعني أصلًا كل بيته IKEA كل حاجة وحرفيًا هو ما بيستخدمش كل الحاجات دي. الفكرة في إيه؟ الفكرة في إن هو بيشتري حاجات أصلًا هو مش بيحتاجها، الاستهلاك في كده إن هو بيشتري حاجات ما لهاش لازمة هو ما عندوش مش محتاجها، لكن دي ممكن تفرق معاه بس مش هتفرق معاه برضه. التلاجة برضه ما فيهاش أساسيات الحياة، ما فيهاش الأكل الطبيعي ده، فيها كاتشب ومستردة ويعني دي حرفيًا حاجات برضه يعني كماليات للحاجة، بتحط على الحاجة، الحاجة مش موجودة أصلًا. بيروح للدكتور فبعدين بيقعد يقولوا له إن هو مش عارف ينام خالص وتعبان جدًا، جدًا ومش قادر حرفيًا، وبينام وبعدين بيصحى في أماكن أصلًا هو ما يعرفش هو جه هنا إمتى، بيروح في أماكن أصلًا هو ما يعرفهاش وحاجات غريبة كده. بيقول له الدكتور ينفع تكتب لي بس أي برشامة منوم أي حاجة علشان أعرف أنام؟ بعدين بيقول له لأ أنت لازم تنام نوم طبيعي، نوم زي البني آدمين صحي عادي. بيقعد يقول له يا عم أنا تعبان جدًا ومش قادر حرفيًا أعمل أي حاجة. بعدين بيقول له أنت عايز تشوف التعب بجد؟ روح يوم التلات وشوف الناس اللي عندها سرطان في الخصية، ده التعب الحقيقي اللي بجد يعني. بياخد أي اسم مستعار كده فبعدين بيدخل المكان، فبعدين بنشوف الراجل ده بيقعد يتكلم ويقعد يقول إن أنا كان نفسي يبقى عندي أخلف ولدين وبنت، ومراتي أصلًا كانت عايزة بنتين وولد، ما كناش متفقين خالص على أي حاجة، وهي دلوقتي خلفت بنت من جوزها الجديد. بعدين بيقعد يعيط بقى، الراجل ده بقى بيقوم بعدين بيقعد يواسي في توماس وكده، بعدين بيقعد يقول دلوقتي وقت المقابلات الثنائية، وكل واحد يشوف له شريك بقى عشان يبقى معاه. كله بيقوم وبيفضل هو قاعد والراجل ده بيقعد يبص له كده بصات غريبة شوية، بياخدوا بقى ويقوموا يحضنوا في بعض ويقعدوا يطبطبوا على بعض كده في حاجات غريبة جدًا. ده اسمه بوب، وده حصل له تحول غريب كده، وولاده بقى ما عادوش بيردوا عليه ولا أي حاجة حرفيًا خالص، تبرّوا منه بقى يعني. صاحبنا بقى بيحضنه ويقعد يعيط بقى كتير فشخ، بيروّح بقى وينام حرفيًا زي الأطفال، أول مرة ينام كده في حياته يعني، وحرفيًا كده خلاص أدمن الحوار ده، راح بقى لمجتمعات كتير زي دي، زي أمراض بقى الكلى والحاجات والأمراض السُل والحاجات كتير جدًا كده، عشان هو حرفيًا بيحس بارتياح فشخ في الحوار ده. بيروح بقى المجتمع ده فبعدين الست بتقول له نفكّر وكده وناموا ونغامس في أحلامكم وهتشوفوا وحشكم في الكهف ده، بعدين بيطلع وحش بطريق، البطريق بيقول له الزحلق بيقول له إيه، بنشوفه بيروح التجمعات دي تاني وبيفضل بقى نايم في حضن بوب خلاص كده، فاهم كده بقى بيرتاح فشخ، بعدين لحد ما بتدخل مارلا، حرفيًا هو بيشوفها في كل مكان، في كل التجمعات اللي هو بيروحها بيلاقيها برضه موجودة معاه، كل ما هي موجودة كل ما هو مش عارف يعيط، فمش عارف ينام أصلًا خالص، بيروّح بعدين ما بيعرفش ينام وبيفضل صاحي لمدة 4 أيام حرفيًا تاني برضه، بنشوف الست دي بتتكلم فبعدين بتقعد تقول إن هي خلاص ما عادتش خايفة من الموت، وعادي بقى بالنسبة لها حاجة طبيعية وبقت متقبلة كل ده، قامت رايحة مقرّبة من المايك كده وتقعد تقول كلام غريب جدًا، كلام مريب. بعدين بقى بيقعدوا يتأملوا في أعماق البحيرات كده، بعدين بنلاقي بقى إن هو بيقعد يفكر وكده، بعدين بيلاقي مارلا البطريق باين مشي، كتر تفكيره فيها وخلاص هو حرفيًا في دماغه ما هوش عارف ينام، مش عارف يعمل أي حاجة، فبقت زي الست بقى بتقول لهم كل واحد يشوف شريك معاه، وفي راجل كده كان رايح لمارلا أصلًا، بعدين ما إيه الراجل ده غلبان بياخد مارلا بعدين بيقعد يقول لها أنا عارف إن أنتِ كذابة، أنتِ حرفيًا كنتِ موجودة في كل التجمعات دي كلها، وأنتِ ما فيكيش أي حاجة ولا عيانة ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها يعني، فبعدين بيقعد يقول لها بقى أنا هافضحِك والكلام ده كله، وبعدين هي بتقعد بتقول له طب ما أنت برضه زيي بالضبط، ده أنت اسمك روبرت ولا اسمك أي حاجة من الأسامي دي كلها، كل دي أسماء مستعارة برضه، أنت لو عملت حاجة أنا برضه هافضحك، بيجيب ورا بقى، بيقسموا بقى التجمعات ما بينهم وده ياخد شوية وده ياخد شوية ويوم ويوم، عشان ما يروحوش كلهم في نفس اليوم، عشان هو كده مش هيعرف ينام كل ما هي موجودة. كل ما هي موجودة هو ما بيعرفش يعمل أي حاجة، وبعدين بقى بياخدوا أرقام بعض، بعدين بيروح بقى المكان اللي كان فيه الحادثة. بُصّوا يا جدعان الشركة اللي في الفيلم ديّة هي شركة مش حقيقية أصلًا، هي خيالية يعني، الشركة ديّة متخصصة في تأمين العربيات وكده، شغل الراوي هناك بقى في الشركة ديّة إنه يسافر ويعاين حوادث العربيات اللي اتحرقت أو اللي اتدمرت ويعمل معادلة بقى رياضية كده عشان يحدد بيها هل الشركة ديّة هتصلح العربية والّا تكلفة إصلاح العربية أصلًا أغلى من قيمتها، وده معناه إيه، إنهم يعوّضوا العميل بالفلوس. المعادلة بتاعته كانت X أصغر من C في B في A تمام، A اللي هي بتساوي عدد العربيات من نفس النوع اللي في السوق، B بتساوي احتمال وقوع العطل اللي هو الحادث يعني، C بتساوي متوسط تكلفة التعويض أو الإصلاح، X بتساوي تكلفة استدعاء العربيات كلها من السوق عامةً يعني، لو تكلفة الحوادث اللي هي C في B في A أقل من تكلفة الاستدعاء اللي هو X الشركة ما تصلحش ولا تعوض بشكل كبير يعني، وده معناه إيه بقى؟ إنهم بيكسبوا على حساب حياة الناس وعلى حساب أرواحهم. المشهد بتاع العربية المتفحمة ده مرتبط بالشغل ده بالضبط يعني، لأن هو بيحكي عن طبيعة شغله وإزاي بيشوف حوادث زي دي كتير جدًا يعني.
كل يوم حرفيًا، واللي بيخلّيه عنده نظرة سوداوية جدًا عن العالم اللي إحنا عايشين فيه. بيصحى وبعدين بيلاقي جنبه تايلر ديردن البراد بيت. صاحبنا بيقول له: "أنت شغال إيه بقى كده؟" فبعدين بيقوم رايح جايب الشنطة، وبعدين بيقول له: "إيه ده؟ إحنا لينا نفس الشنطة بالضبط." أنا باصنع وبابيع الصابون، شغال في الصابون يعني. صاحبنا بيروح المطار فبعدين ما بيلاقيش الشنطة وبيلاقيها ضاعت بقى. بنشوف هنا يا جدعان إن أبسط حاجة عنده الشنطة ما هوش عارف يجيبها حتى، بتضيع منه ما هوش ملاقي. لكن تايلر ديردن هنا بقى بيعمل حاجة أصلًا عكس ده كله تمامًا، مش حاجة بتضيع منه لأ، ده بياخد حاجة أصلًا مش بتاعته اللي هي العربية يعني، بيسرقها وبيمشي عادي كده، فردة يعني. بيرجع فبعدين بيلاقي الشقة بتاعته ولعت، فبعدين بيبص على الأرض كده وبيقول إن البيت كله حرفيًا ما كانش فيه غير توابل بس، مستردة وكاتشب، الأكل نفسه والأساسيات نفسها ما كانتش موجودة، كانت مليان بس توابل وحاجات ما لهاش أي لازمة. بعدين بيعرف إن الشرطة قالت له إن هو ده ممكن إن هي ولعت من تسريب في الغاز وكده، الغاز اتسرب وولع في كل الشقة. بيروح عشان يتصل بمارلا فبعدين بيقفل، ويقوم راح متصل بقى بتايلر ديردن، ما بيردش فبعدين بييجي يمشي التليفون بيرن، بعدين بيروح يقابل تايلر. بُص بقى في الحتة دي عشان دي مهمة جدًا فشخ، أكتر حتة مهمة تايلر بيقول لصاحبنا: "أنت عارف يعني إيه هو اللحاف الريش؟" بيقول له: "لحاف عادي؟" بيقول له: "أيوه طبعًا هو مجرد لحاف، لحاف عادي جدًا، بطانية عادية زي أي بطانية في الدنيا. ليه ناس زينا بقى تعرف إيه هو لحاف الريش؟ هل هو ضروري يعني والّا له أي لازمة في الحياة؟" تايلر بيقول له: "إحنا إيه كده بقى؟" صاحبنا بيقول له: "إحنا مستهلكين." بيقول له: "صح كده." بعدين تايلر بيقول له: "هل المجاعات والجريمة والحاجات اللي بتحصل دي كلها والقتل والحاجات دي كلها، هل دي بتهمني وليها أهمية عندي؟ لا ما عنديش أي أهمية للحاجات دي، اللي بيهمني هي الحاجات المجلات المشاهير، أسامي المشاهير تبقى على هدومي، التلفزيون فيه 500 قناة، مش عارف أعمله بإيه بس هو فيه 500 قناة." تايلر بيقول له: "أنا قصدي إن مش لازم أبقى ممتاز، مش لازم تبقى عندك كمال كده في الحاجات، سيب الحاجة زي ما هي، الحاجة تحصل لها عادي، حاجة تقع، تتكسر، أي حاجة عادي، الحاجات اللي أنت بتملكها هتملكك بعدين. الاستهلاك هو إنك تشتري حاجات أصلًا ما لهاش أي لازمة بس هي بتكملك وخلاص، مع إنك مش هتستخدمها في أي حاجة خالص، في أي حاجة." زي صاحبنا ده في بيته حاجات IKEA كتير فشخ، كتير جدًا، جدًا، ما بيستخدمهمش ولا أي حاجة، فاهمين الفكرة؟ وفي التلاجة ما فيش أكل، ما فيش أي حاجة، في كاتشب، مايونيز، حاجات ما لهاش أي علاقة بالأكل حرفيًا. صاحبنا بقى بيقعد يقول: "أروح فين الوقت؟ شكلي بقى أروح أأجر أوتيل والّا حاجة." تايلر بيقول له: "أنت هتزيط تعالَ اقعد عنده وخلاص أنا عارف أنت جاي أصلًا عشان كل ده، عشان أقول لك تعالَ اقعد معايا، كنت تقولها من الأول وخلاص." عبيط فشخ يعني. تايلر أصلًا يا جدعان شغال كده في السينما بيقعد يبدل بين الأفلام والأفلام التانية وكده، بس هو بقى عيل معفن يعني، يقعد بقى يحط لقطات غريبة وحاجات كده في أفلام عائلية، لقطات مريبة كده وحاجات غريبة جدًا يعني. وكان شغال برضه في أوقات كده فندق فشيخ كده، بعدين كان بيقعد بقى يرمي للناس الأكل وبيتعامل معاملة غريبة فشخ، كان يا جدعان بيقعد يفك مَيّة في الأكل الهادي المعفن ده. تايلر بيقول للمعلم ده بيقول له: "عايزك تضربني." طلب غريب جدًا يعني. بيقول له: "إيه أضربك ليه يعني؟" قام بيقول له: "اضربني بس." وبعدين قام رايح ضارب واحدة كده، قاعدين يقعدوا يضربوا في بعض بقى كتير فشخ. بياخدوا بقى للبيت وشوفوا يا جدعان تايلر ماشي فين، تايلر ماشي حرفيًا عكس البشرية، عكس عكس الناس وخلاص، أي حاجة حتى لو حاجة يعني غبية فشخ بس عكس الناس وخلاص. بيت يا جدعان مقرف ما ينفعش بني آدم أصلًا يعيش في بيت زي ده خالص، لو تدّيني مليار جنيه ما اعيش في البيت ده نهائي يعني، خرا ده. بنشوفهم تاني في نفس المكان بقى عمالين يضربوا في بعض تاني، بعدين بقى الناس بتروح له، العدد بيزيد بقى مرة في مرة والناس بتكتر، واللي بيبقوا عايزين يتضربوا أكتر، واللي بيبقوا عايزين يضربوا أكتر وأكتر كمان يعني، تولع كده. في الشتا بقى بيتهم أصلًا ما بيتحملش حرفيًا المَيّة، بيبقوا حاطين كتب بقى وحاجات. شوفوا تايلر يا جدعان، تايلر حرفيًا عكس البشرية، ماشي بعجلة في البيت، حاجة يعني يعني. بعدين بقى بيكمّلوا ضرب، بعدين النور بيفصل كده، فبيعرفوا بقى إن هُم هيبقوا محتاجين مكان. بعدين بقى تايلر قاعد يقول لهم القاعدة الأولى ما حدش يتكلم على الfight club، على النادي يعني. القاعدة التانية إن برضه ما حدش يتكلم على النادي. القاعدة التالتة إن لو حد استسلم أو كده عادي، يعني مش هيحاولوا يقتلوا حد يعني مش للدرجة دي. بنشوف برضه إن في واحد من اللي مع صاحبنا في الشغل برضه كان موجود في النادي وفي الfight club وكده، بيقول لك إن هو بيبقى بشخصية في الfight club وبشخصية تانية في العالم والمجتمع مع الناس وكده، ما حدش بيتكلم على الfight club خالص ولا على اللي بيحصل فيه خالص، بيقعدوا بس يبصوا لبعض كده بصات غريبة جدًا يعني. بيبقى واقف في الباص بقى وبعدين بيبقى شايف الناس أصلًا بطريقة مختلفة خالص عن اللي كان بيشوفها الأول. بنشوف صاحبنا وهو بيغسل سنانه فبعدين بنلاقي الضرس بتاعه اتكسر، الضرس بتاعه لمّا اتكسر ده يا جدعان بيوريك إن هو بدأ يخسر جزء من شخصيته وجزء من شخصيته القديمة والنفس وكل ده، بقى حرفيًا بيتحول لشخصية تانية خالص غير نفسه. التليفون بيرن فبتطلع مارضة اللي بترن عليه، تقعد تقول له: "أنت ما عُدتش ليه بتيجي التجمعات والحاجات دي؟" بيقول لها: "لا أنا لسه باروح وكده." بعدين بتقول له: "لأ أنت ما بتروحش، أنا غشيت وبقيت باروح الأيام اللي أنت بتروحها وعرفت إن أنت ما عُدتش بتروح." بعدين بيقول لها: "لأ ما أنا ليّا تجمعات تانية بس للرجال بس." بعيدًا عن البث يعني هو تايلر بيعمل إيه؟ بعدين هي بقى بتقعد ترغي وتتكلم، هو بقى بيسيب التليفون كده مفتوح ويقوم رايح ماشي. صاحبنا بيصحى من النوم فبعدين بيلاقي إن تايلر الباب بتاعه مقفول، وبنعرف إن هو أول مرة تقريبًا يقفل الباب بتاعه كده، فبعدين وهو قاعد بيلاقي إن مارلا موجودة معاهم في البيت. بعدين صاحبنا بيتفاجئ فشخ إن هي موجودة معاه في البيت، وبعدين بيقول لها: "أنتِ بتعملي إيه هنا في البيت؟" فبعدين بتقول له: "مين؟ باعمل إيه؟" بعدين بيقول: "أيوه أنتِ بتعملي إيه هنا في البيت؟ ده بيتي." ومش عارف إيه.
بعدين تقوم راح طالع وماشي. بعدين تايلر بيقول له ان هو لما ساب التليفون مفتوح امبارح هو رد عليها وبعدين راح خدها من البيت وبعدين قام رايح ماشي. تايلر بيقول لصاحبنا انا عايزك ما تقولش لمارلا عني وكده وما تكلمهاش عني خالص. صاحبنا بقى بيروح الشغل فبعدين رئيسه في الشغل بيقول له هو اللي على القميص ده دمك؟ فبعدين بيقول له ايوه شويه منه دم يعني. بعدين بيقول له انت عارف ان انت ما ينفعش تيجي بقميص زي ده وانك ما تشربش سجاير اصلا. رئيسه في الشغل بيقول له خد اجازه وبعد كده بقى تعالى بقى بقميص نظيف يا معفن. شوف يا جدعان الناس كلها بتبص له ازاي نظرات غريبه كده. هو فعلا يعني مضروب وجايب قميص ومليان دم وماشي بالسجاره. التليفون بيرن فبعدين بيطلع الضابط بيقول له في معلومات جديده عن شقتك وكده. بيقول له ان في حد رش غاز الفريون في بابك واستخدموا ازميل عشان يحطم الاسطوانه بتاعه الباب وكده. بيقول له انت كنت عارف بالكلام ده؟ بيقول له لا ما كنتش اعرف اي حاجه من دي. بيقول له الديناميت ترك بقايا من بركلوريد البوتاسيوم واوكسالات الالومنيوم. بيقول له يعني ان ده حصل من صنع منزلي يعني اتفجر من صنع منزلي. بيقول له هل انت عرفت اعداء مؤخرا يعرف يوصل للديناميت المنزلي؟ صاحبنا بيقول له ما حدش حب الشقه ده اكتر مني وكل حته في الاساس كانت بتكملني ومش عارف اقول شويه الكلام ده يعني. تايلر بيقول له قول له ان انت اللي فجرت الشقه. هو عايز يسمع كده بالظبط. صاحبنا بيقول للظابط هو انا مشتبه به؟ بيقول له لا احنا عايزين بس نتقابل عشان نعرف نتكلم. في حته هنا مهمه كده يعني تايلر وصاحبنا ده ما بيظهروش مع مارلا في نفس الصوره. يعني هما التلاته كده ما بيظهروش مع بعض خالص. يا اما صاحبنا ومارلا يا اما تايلر ومارلا التلاته في نفس الوقت وما بيظهروش تقريبا مع بعض. صاحبنا بيقول له تايلر هنعمل ايه النهارده بقى؟ بعدين بيقول له هنصنع الصابون. بعدين بيقول له هنصنع الصابون ازاي يعني؟ بعدين بيقول له عشان تصنع الصابون انت محتاج للدهون. يروحوا يجيبوا الدهون منين بقى؟ بيروحوا لعياده شفط الدهون عشان يجيبوا الدهون ناس ميته والكيس تقعد تتفتح وتنزل وتقع وحاجه خرا يعني معفنين يا ولاد الجاي. تايلر بيقوم راح ماسك ايده كده بيقول له حط ايدك كده وقوم راح حاطط على البتاع ده وتقعد تتحرق بتشيط حرفيا. هو الواد مش قادر حرفيا عايز يروح يغسل يعمل اي حاجه في ايده. تايلر بيقول له من غير الم او تضحيه مش هنعرف ناخد اي حاجه. الحرق هنا بيمثل انك لازم تواجه الواقع والالم ولازم تحس بيه. لما تقعد عايش بقى في الوهم بتاعك ده لازم تتقبل الالم وتعيشه لحد الاخر. صاحبنا طول الفيلم كان عايش في وهم حرفيا بيهرب من مشاكله انه يقعد يشتري بقى اساس وحاجات من ايكيا او يقعد بقى يحضر جلسات كده للمرض وهو مش منهم اصلا خالص. ترى هنا بيجبره انه ما يهربش ويعيش المعاناه الحقيقيه. بس في الشغل بقى بيلاقي ورقه كده وبعدين بيقعد يقول له القاعده الاولى انك ما تتكلمش على الفايت كلاب. هي الورقه دي بتاعتك؟ بعدين هو تقريبا نسيها على المطبعه بتاعت الورق دي. رئيسه في الشغل يا جدعان الجرافته بتاعته بتتغير مع الوقت. يعني كانت زرقاء في اول الفيلم وهنا بقت صفرا على حسب موده حرفيا يعني. بيقول له خليك كده مكاني لو انت لقيت الورقه دي معايا تعمل ايه انت بقى؟ بعدين بيقوم كده ويقوم راح متحول بقى لتايلر دردن حرفيا يعني. راح واخد منه الورقه راح قال له يلا امشي. مارلا بترن عليه بعدين بيرد فبعدين بتقول له عايزاك تجي له وكده. بعدين هو بيقول ايه بقى؟ بيقول هي ما اتصلتش على تايلر يعني الوحيد اللي موجود معاه. يا اسطى ماشي يا اسطى ماشي. بيبقى نازل من عند مارلا فبعدين بنلاقي صاحبنا ده جاله تاني فبعدين بيقول له يا بابا وانت لسه في التجمعات وكده؟ بعدين بيقول له لا انا رحت حاجه تانية بس القاعده الاولى اللي ما اتكلمش عنها ما ينفعش اتكلم عنها خالص يعني. بقول له يا بوب فوق يا بوب انا موجود برضو في البتاع ده. انت مش شايفني ولا ايه؟ ده وش متدشدش يا ابني. بنروح لتايلر بعدين بيقول انا شايف ان في ناس كتيره جدا بقى بقت موجوده العدد كتير قوي. بعدين بيقول ده معناه بقى ايه؟ ان في ناس خرقت القواعد وقالوا الناس على الفايت كلاب وكده وانا قايل لكم محدش يقول على الفايت كلاب. تايلر بيقول له ما انا بعمل منكم ناس مختلفه عن المجتمع اللي بره ده بعيد عن العبوديه والشغل اللي زي تبقى شغال زي العبد عشان تشتري حاجات اصلا انت مش محتاجها خالص. احنا مش لازم نبقى زي الناس اللي بره لازم نبقى مختلفين. هو احنا بنتفرج على التلفزيون علينا نبقى نجوم وهنبقى مليونيرات والحاجات دي كلها بس احنا اتعلمنا ده متاخر ان محدش فينا هيبقى مليونير ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص اللي احنا بنشوفها على التلفزيون. بنلاقي في راجل نازل كده للقبو اللي هم فيه ده بعدين بيقول له انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا مأجرين المكان ده من الراجل اللي كان واقف هنا. بيقول له لا انا صاحب المكان ده بقول لكم انتوا ما ينفعش تبقوا هنا ولازم تمشوا. تايلر بيقول للراجل انت لازم تبقى معانا في الفايت كلاب لازم تنضم لينا يعني. بعدين الراجل يقعد يضرب فيه جامد فشخ يقعد يضرب جامد جامد وتايلر عادي ما بيحسش خالص حرفيا وبابا بيفضل باصص ويفضل شايف تايلر وهو بيتضرب. تايلر خلاص حرفيا اتجنن على الراجل بيقول له انت لازم تسيب لي المكان ده لازم تسيبه. بعدين بيقول له خلاص 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 هسيب لكم المكان. تايلر بيقول لهم انتوا ايه؟ بيقول لكم واجب منزلي والواجب هو ايه بقى؟ انكم وانتوا ماشيين في الشارع تشكلوا مع اي حد في الشارع تشكلوا معاه بس لازم تخسروا. الفكره في ايه بقى؟ ان اصلا الناس العاديه اللي في الشارع الناس الطبيعيه ديت بتعمل اي حاجه بس عشان ما تشكلش مع حد. لو حد بيضربه هيهرب. صاحبنا بيروح لرئيسه في الشغل وبيقول له تعال نتخيل كده مع بعض انت وزاره النقل تمام ويجي حد يقول لك ان في شركه بتركب ركائز مقاعد اماميه ما بتنجحش خالص في اختبار الاصطدام وفرامل اصلا بتبوظ بعد 1000 ميل تمام وحانقات الوقود بتتفجر وتحرق الناس كلها
وهم عايشين حرفيا. ايه اللي هيحصل بقى؟ بقول له انت بتهددني يعني؟ بقول له انت مطرود ومش عارف ايه والكلام ده. صاحبنا بقول له في حل كويس، سيبنا على قائمه الرواتب كمستشار خارجي ومقابل راتب، وشغلي هيبقى اني ما اقولش للناس عن كل الحاجات اللي انا اعرفها دي كلها، وبكده مش هاجي المكتب واعرف اعمل الشغل ده من البيت. بقول له انت بتفكر نفسك مين؟ يا لا الراجل بيتصل بالامن سي وات بقى. صاحبنا عمل ايه؟ فكر كده ممكن يعمل ايه؟ بيقعد يضرب في نفسه ويقعد يضرب يخرب بيت ابوه، بيموت في نفسه حرفيا. بيقول له اديني راتب والنبي والحاجات دي كلها، وكل الحاجات اللي انا قلت عليها مش هتشوفني تاني في المكان ده خالص. بعدين الامن بيدخل عليه، صاحبنا بيطلع زي الباشا معاه كل حاجه هو كان عايزها وفوق كل ده كمان. يعني كل مره الناس كانت بتروح في الفايت كلاب وهي ماشيه، تايلر كان بيقعد يقول لهم على مهمات ان هم يعملوها، وحرفيا بيعملوا الفوضى اللي هو كان عايز يعملها. بيقعدوا يكسروا في الحاجات ويسرقوا حاجات كتير ويقعدوا يضربوا في الناس. وفكره الفايت كلاب بتتفتح في اماكن كتير فشخ، يعني في اماكن غير اللي هم فيها. وصاحبنا ده الموضوع بينتشر اكنه مرض حرفيا. تايلر وصاحبنا بيروحوا كده لمحل بقاله، بعدين بياخد المسدس وياخد الراجل اللي في المحل، بعدين بيقول له انا هقتلك دلوقتي وابوك وامك هيجيبوا طبيب عشان يجي يشرح. بيقول له انت درست ايه في المدرسه؟ بيقول له علم الاحياء. بيقول له ليه علم الاحياء؟ بيقول له انا ما اعرفش. بيقول له انت كنت عايز تبقى ايه؟ كنت عايز تدرس ايه اصلا؟ بيقول له كنت عايز ابقى دكتور بيطري. بيقول له طب ليه ما بقتش دكتور بيطري يعني؟ بيقول له عشان هي صعبه محتاجه دراسه كتير. بيقول له دراسه كتير؟ انت قدامك 6 اسابيع عشان تبقى طبيب بيطري، لو ما بقتش طبيب بيطري هاجي بيتك وانا عارف بيتك واجي واقتلك. وقوم رايح الولد طرف الدنيا حرفيا. يعني ايه بقى كل اللي حصل ده؟ بيوريك ان الناس حرفيا بقت بتشتغل شغلانات هي مش عايزاها، بتخش كليات هي مش عايزاها، اللي هو عايزه حرفيا هو ما بيعملوش بس عشان يرضي الناس. انتوا فاهمين الفكره؟ في حاجه مثلا صعبه ومش عارف بسرعه بس لكن ممكن يعملها عادي. والمسدس اصلا ما كانش في طلق يعني. صاحبنا بيقعد يتكلم مع مارلا، فبعدين بيقعد يقول لها انت مستفاد ايه من كل ده؟ بتقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول لها احنا ومش عارف ايه وكده. بتقول له احنا مين؟ بيقول لها انت مش سامع الصوت اللي بره ده؟ بتقول له صوت ايه؟ بعدين بيروح بيفتح الباب بيلاقي تايلر. بيقول له انت بتعمل صوت ليه؟ بيقول له انت بتتكلم عني؟ بيقول له لا. مارلا بتمسك ايده وبتقول له انت مين اللي عمل في ايدك كده؟ بيقول لها حد. بتقول له حد؟ بتقعد تقول له انت مالك في ايه؟ انت عامل كده ليه ومرهق عامل ليه كده؟ تايلر يقول لها المحادثه ديت انتهت. بعدين هي بتقوم رايحه ماشيه. بتشوف ان في واحد واقف بره. فبعدين تايلر بيقول لصاحبنا لو الراجل ده فضل واقف بره هنا لمده 3 ايام من غير اكل ولا شرب هيبدا التدريب. هما بقى كل يوم كده كل ما بيصحوا بيقعدوا يشتموه، بيقعدوا يكلموه بالفاظ معفنه، ويقعدوا يرموا في وشه الحاجات ويتفوا في وشه ويعملوا حاجات كده غريبه فشخ عشان يشوفوا هو فعلا هيستحمل كل ده عشان ينضم معاهم في الاخر. تايلر بيطلع للولا ويقول له انت جبت تيشيرت اسود؟ بيقول له اه. جبت شراب اسود؟ بيقول له اه. جبت كل يومك صوره؟ بيقول له اه. بيقول له جبت $300 عشان لما تموت تدفن؟ بيقول له ايوه. عارفين الناس مستعده تضحي علشان حاجات وهميه، حاجات عبط هبل. تايلر صنع جيش من الاغبياء بيخلي الناس كلها تحلق وكلهم بيبقوا شبه بعض. تايلر بيقول لاصحابنا كلهم دلوقتي بقوا مستعدين للتضحيه من اجلك ومن اجل العالم والسلام. بعدين بيجي على التلفزيون ان مفوض الشرطه بيعرف اصلا ان هم اللي عاملين كل ده، وعارف ان في نوادي ملاكمه كتير اللي هو الفايت كلاب وكده، وعارف ان هم اللي عاملين الفوضى دي كلها والحرايق بقى وكل الحاجات دي كلها. صاحبنا بيقول له ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتوا بتفجروا في الحاجات. الناس بتبص له كده ومستغربه وبيضحكوا. بوبو بيقول له في مشروع الفوضى يا سيدي ما ينفعش تطرح اسئله اصلا، يعني بيبص وبيستغرب. بوب اصلا بيتفاجئ كده. تايلر بيقول للمحقق انت هتلغي التحقيق الظالم اللي انت بتعمله ده، وهتقول للناس علنا ان مفيش اي حد تحت الارض ولا في فايت كلاب ولا غير ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولو ما عملتش كده هنقطع لك البتاع. صاحبنا بيشيط وحرفيا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. بيمسك الولا بيدشمله، حرفيا بيدشمله وشه كله، ما عادش باين في وشه اي حاجه. بيجوا راكبين العربيه وصاحبنا بيقول لتايلر انت ليه ما قلتليش على مشروع الفوضى ده؟ الناس بتقول في مشروع الفوضى ما ينفعش تطرح اسئله. تايلر بيقول له نادي القتال ده كان البدايه بس، وخرج من القبو وبقى مشروع الفوضى ده. تايلر بيقول له بص لنفسك انت مثير للشفقه حرفيا. بيقول له انا ليه فجرت شقتك؟ عشان تطلع من القاع اللي انت فيه. مش لازم تسيطر على كل حاجه، سيب الحاجه تمشي، سيب الحاجه ماشيه زي ما هي وخلاص. وبقوم رايح سايب العربيه وتقوم رايح عامله حادثه. بيصحى من النوم وبعدين بيلاقي تايلر مشي. مارلا بتقول له ينفع ادخل؟ فبعدين بيقول لها تايلر مش هنا. تقول له مين؟ بيقول لها تايلر مش هنا، تايلر مشي. بتبص له بصه غريبه تقوم رايحه ماشيه. صاحبنا بيطلع فبعدين بيلاقي ان بوب اتقتل. بيقول لهم ايه اللي حصل؟ بيقولوا له ان هم كانوا في مهمه وكل حاجه ماشيه صح بس الظابط ضرب بوب في راسه. مشهد صعب فشخ. الولد ده بيقول له يلا ادفنوه في الحديقه بسرعه. بعدين بيقول لهم لا ما تدفنوش ده في الحديقه، ده هو انسان واسمه بوب. بيقول له بس احنا ملناش اسماء خالص، ده انا انسان وصاحبي اصلا واسمه روبرت بولسون. الولد ده بقى بيقول لهم ايه؟ يبقى احنا في مشروع الفوضى لما نموت يبقى لنا اسماء؟ ده انت فجر. صاحبنا بيطلع فوق بعدين بيشوف التذاكر وبتاكد ان تايلر مش شخص مستقل، هو نفسه الراوي. الراوي كان فاكر ان تايلر هو اللي بيسافر، لكن الحقيقه هي ان الراوي اللي كان بيعمل كده هو مش واعي خالص. صاحبنا بيتجنن حرفيا، بيفضل يسافر بقى اماكن كتير فشخ جدا ويقعد يدور على تايلر. وسبحان الله
الله يعني سبحان الله كده ان هو بيبقى عارف اماكن فايت كلاب في كل مكان، كل مكان عارف المكان ده فين بالظبط وبيروح. سبحان الله يعني. وكل ما يروح مكان حرفيا بيعرف ان هو كان موجود هنا قبل كده. بعدين بيروح للراجل ده، بعدين بيقول له تعرفني؟ بيقول له ايوه طبعا، ده انت اللي عامل لي العلامه دي. بيقول له انت بتفكرني مين؟ بيقول له انت مستر ديردن. الولد هيتجنن والله، الولد مش فاهم اي حاجه، ده عارفين مجنون. صاحبنا بيروح الفندق، بعدين بيتصل بمارلا تقول له انت كل شويه تتصل بيا، بعدين تسيبني، بعدين تكلمني تاني، بعدين تسيبني، انا زهقت من كل اللي بيحصل ده يا تايلر. قام رايح هنا بقى الصدمه. تايلر بيجي فبعدين بيقول له امال ليه الناس مفكرين ان احنا نفس الشخص؟ بعدين بيقول له ارجع كده بالذاكره يا باشا وركز شويه. فبيطلع حرفيا كل اللي بيحصل ده هو اللي بيعمله صاحبنا اللي هو الراوي. هو اصلا يعني ما كانش ليه اسم نهائي، اصلا كان ليه اسم شويه هنا، واسم في مكان تاني، اسم في مكان تالت. تايلر بيقول له الشخصيه اللي انت كنت عايزها هو انا اقدر اعمل حاجات كتير جدا انت تبقى عايز تعملها بس ما بتعرفش. بينزل وبيطلع يجري طياره. بعدين هو بيتكلم مع الضابط، بيعترف له بكل حاجه حرفيا كل حاجه. بعدين الضابط بيطلع، بعدين الاثنين اللي مع الضابط اصلا بيطلعوا معاه مع تايلر ديردن، يمسكوه خلاص هيقتلوه حرفيا. بيقوم راح هربان منهم ويطلع يجري. بعدين بيقعد يطلع يجري وهم يقعدوا يجروا على بعض، يقعدوا يضربوا في بعض. بيبان في الكاميرا اللي هو عمال بيضرب نفسه حرفيا، مفيش حد بيضرب، هو بيضرب في نفسه، شغل عبط في الاخر. بعدين بيطلع فوق، بعدين بيقوم راح رابطه. في المشهد اللي بين صاحبنا وتايلر، هو حرفيا بيعرف خلاص ان هو تايلر ده شخصيه اسقاط من دماغه، بس هي شخصيه اصلا مش حقيقيه وهي من وحي خياله هو حرفيا تايلر كان في كل حاجه وكان مفتقدها، القوه بقى، الجرأه، التمرد، كل الحاجات دي. اللي هو بيضرب نفسه بالنار في وشه، ودي طريقه رمزيه كده يعني ان هو قتل الوهم اللي هو تايلر، وخلاص بقى يعيش حياته ويعيش حياته الطبيعيه. صاحبنا بيقول له تايلر انا عارف ان كل ده وهم، وانا بس بتخيل كل اللي بيحصل ده، والمسدس اصلا مش معاك، المسدس في ايدي. وقوم رايح طلق نفسه، وتايلر بيموت. بيطلعوا مارلا فوق، وبعدين بيقول لهم ينزلوا تحت، وبيقفوا فوق مارلا والبلد بتنفجر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي، وبس كده.